سنين وهما بيضحكوا علينا وبيقولوا لنا كلوا سبانخ عشان كلها حديد، لكن في الحقيقه السبانخ هي اغنى مصادر فيتامين كي اللي بيحمي من النزيف. لو مش بتحبوا السبانخ والبروكلي والخس فانا اعتقد هتحبوهم قوي بعد الفيديو ده، علشان هيحميكوا جدا من النزيف وهيساعد في التئام اي جرح بيحصل لا قدر الله. تعالوا نشوف ده بيحصل ازاي. لما بنتعور بناخد بالنا ان في مكان الجرح اللي حصل في زي قشره كده بتتكون. القشره دي علشان خاطر تتكون لازم يطلع حاجه اسمها عوامل تجلط من الكبد، بس عوامل التجلط اللي بتطلع من الكبد دي بتكون في صوره غير نشطه. علشان تتنشط وتشتغل هي محتاجه عنصر مهم قوي قوي قوي، وهو فيتامين كي اللي اغنى مصادر ليه هي البروكلي والسبانخ والخس. مع عوامل التجلط دي تتنشط بواسطه فيتامين كي تقدر تمسك في الكالسيوم وتكون الجلطه او القشره اللي انتوا بتشوفوها دي، فالجرح يلتئم وميحصلش نزيف. فالخضروات الورقيه اللي لونها غامق زي السبانخ زي البروكلي بيكون فيها نسبة عالية جدا من فيتامين كي، لازم نحافظ عليها بصورة يومية في طبق السلطة الجميل بتاعنا. بس في أبسط من كده؟